اه، لان اكتر الحاجات المسببه للعذاب هي الشعور، والشعور جاي من المعنى اللي انت بتطلقه على الامر. المعنى يعني ايه؟ معلش وضحي لي. يعني ممكن يكون في وضع او في مشكله او في موقف او علاقه مثلا، انت اطلقت عليها انها علاقه سامه، معنى انها العلاقه السامه. طب احنا ممكن نغير المعنى ان العلاقه سامه او توكسيك، ونخليها نقول ايه هي العلاقه. في اختلاف في وجهات النظر كتير، وفي فروق في الطبعات، بدل ما نطلق عليها سامه، ومحتاجين ان احنا نقرب وجهات النظر. المعنى للاشياء، المعنى للمواقف، المسميات، المعنى مهم قوي في التغيير. انت النهارده لما تحب تتغير لازم تغير المعاني كلها اللي بتعمل بيها في حياتك. عايز تغير نفسك من وضعيه الكسل لوضعيه النشاط، المعنى اللي هتطلقه على الوضعيه اللي انت فيها، وايه اللي بيمنعك انك انت تبقى نشيط. ايه اللي بيمنعك انك تصحى بدري وتنزل تروح شغلك، او مثلا تروح تلعب رياضة او تعمل حاجة. غير المعنى المطلق بتاعك. عايز توصل لفين؟ يعني ما تسميش مثلا دي عملية شاقة، ولكن تقول ايه هي عملية ممتعة بس بتحتاج بذل مجهود. هي عملية مفيدة ومثمرة، مش تعب على الفاضي. المعنى، الفرق. فالمعنى مهم جدا. المعنى هو الأساس في البرمجة اللغوية والعصبية لينا ولحياتنا، عشان تبدأ تخرج من منطقة وتدخل ليفل تاني أو منطقة تانية أو تتطور. ماشي.